السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة درس جديد، الدرس إن شاء الله ال14 ال15 درس النهاردة بإذن الله اللي وعدتكم بيه في الدرس اللي فات، وهو درس تنعيم البشرة ويعني ريتاتش. بإذن الله الدرس بتاع النهاردة دي الصورة اللي هنشتغل عليها. طبعا انت حرة تشتغل على أي صورة. الدرس النهاردة أنا هستخدم فيه أداة مش دايما الناس بتستخدمها في الريتاتش، ويمكن مش قبل كده عمري ما شفت حد قبل كده عامل درس ريتاتش بيستخدم فيها الطريقه دي. انا النهارده هستخدم طريقه جديده خالص، وهي هعمل ريتاتش بالفرشه. طبعا الجمله غريبه شويه، بس هوريكم النتيجه الاول عشان تعرفوا ايه هو الريتاتش اللي بالفرشه اصلا. بصوا دي النتيجه وده الاصل، دي النتيجه وده الاصل. طبعا انا شلت له الدقن والشنب وكده، قلت اسهل يعني، لكن انت طبعا تراعي اللي انت بتشتغل الوش اللي انت بتشتغل عليه اذا كان ولد او بنت. ازاي بقى هنعمل ريتاتش بالفرشه؟ هوريك. شايف هنا الفرشه؟ دوس عليها دوس تقيله هتطلع لك القايمه بتاعتها. اختار دي ميكسر براش تول، واعمل الاعدادات زي دي بالظبط. هنا كاستم، وتختار دي العلامه دي، وتخلي الويت 20 واللود 20 والميكس 20 والفلو 18، وما تعلمش على سامبل اول ليفلز لايرز اسف. وتيجي على الصوره وتشتغل عليها عادي خالص اكنك بتلون بالفرشه، وتبتدي تعمل كده اهو، تبتدي تشتغل عليها، تعمل تنعم الحته اللي انت بتشتغل عليها. وحتى بص هنا بتشيل الدقن كمان، لان هي بتعتبر بتاخد من اللون اللي تحت الفرشه وتقعد تلون بيها اكنك عامل بالالوان حاجه زي كده. بس تراعي لما تبقى في حته فاتحه ما تخشش بيها او انت لسه دايس على الحته الغامقه، عشان بص ايه اللي هيحصل هنا. هتعمل الوان غريبه، لكن افضل افصل عند حته فاتحه، افضل دايس. لكن لما تيجي عند حته غامقه هنا عند الدقن ابدا بدوسه جديده وافضل شغال. هنا عند الرقبه هنا بص لما اشيل اللاير اللي انا اشتغلت عليه ده باين فعلا ان انا عملت تنعيم للبشره، وفضلت محافظ على الابعاد بتاعت الصوره، ما بقتش اكنها ممسوحه ومعموله اكنها مرسومه. تفضل تشتغل كده. كمان عندي ليكم النهارده مفاجاه. اللي بيتضايق يعني احنا بقى المنتشر دلوقتي في دروس الريتاتش وكده ان هم بيحافظوا على شكل البشره، يعني هم اكنهم بطلوا موضوع التنعيم ده، بس احنا بنختصره وبننعم على طول عشان نشيل اي عيوب في الصوره. ازاي برضو يعني ناخد شكل البشره ده؟ يعني بصوا، مش احنا هنا نعمنا الصوره، طبعا ضيعنا شكل المسام الاصليه بتاعت الصوره. هنقدر بقى دلوقتي باللي احنا هنعمله ده، يعني انا هنا نعمت نص الوش اهو هنا، هنقدر بقى باللي احنا هنعمله دلوقتي ده ناخد شكل البشرة. ازاي؟ نخش على ايديت فيل، نخليها 50% جراي رمادي، وبعد كده نخليها اوفرلاي، ونخش هنا بفلتر نويز اد نويز، وتخليها جوزجن وتعلم على دي، وعلى حسب برضو الصورة اللي عندك تفرق القيم. انا هخليها 4.5، وبعد كده هنخش نعمل لها بلور، ونختار لها بلور بس كده، مش جوزجن بلور خالص. وبعد كده هنختار هنا ستايلايز ونختار امبوز، وبرضو القيمة على حسب اللي عندك. انا هختار القيمة دي، الزاوية 135 والارتفاع 13 والاماونت 46 على حسب الصورة اللي عندك برضو. ونعمل كده بقى عندنا شكل البشرة تقريبا نفس شكل البشرة. طبعا انت عندك حتت مش عايز يبقى فيها البشرة زي مثلا العينين والشفايف، فهتعمل لها ماسك وتختار الفرشة السوداء، تختار الفرشة الأصلية بقى بتاعتنا مش الفرشة بتاعت الريتاتش، وتمسح هنا كده، يعني تمسح في الحتت اللي انت مش عاجباك قوي يعني. وممكن تقلل الاوباسيتي بتاعها سنه عشان برضو ما تبقاش باينه قوي. بعد كده بقى اللي برضو يدينا النتيجه دي الدوج اند بير. ممكن تعمل بالطريقه القديمه اللي انا وريتها لك بتاعت الدرس اللي فات، او تعمل بالطريقه دي. تعمل اولا تختار من هنا من قائمه الادجستمنت دي، تختار منها كيرفز، وتعمل الكيرف تعمله
غامق كده، ما تتخطش، كل ده هيتعالج. وبعد كده اعمل له كوبي، كنترول جي، وخليه فاتح قوي. هناخد النتيجة دي حلوة قوي، نحطها في جروب سوا، نضمهم سوا، بعد كده ندوس كنترول جي اهو. بصوا بتعمل بريق للصورة، بتخليها شايني. وبعد كده هنعمل نفس الحكاية تاني، كيرف خليه غامق، وكيرف تاني هنخليه فاتح كده. وهنيجي عند الماسك وندوس كنترول اي تاني هنا، عشان اكننا بنمسح كل ده. ونيجي هنا بالفرشة البيضة، طبعا عشان الماسك اسود يبقى الفرشة بيضة. ونيجي هنا الفرشة نخليها بيضة، عشان طبعا الماسك اسود هنخليها ابيض. ونقلل الاوباسيتي ل25، والفلو هنخليه 20. ونعمل بالابيض ده طبعا التغميق، وده التفتيح. هنيجي عند التفتيح هنفتح الحتت الفاتحة عشان تبقى هو ده الديجمبر، الافتح افتح والاغمق اغمق اكتر، بيدي للشكل تجسيمة اكتر. نعمل هنا في الحتت الغامقة، مش هتحسوا طبعا وانا بشتغل دلوقتي لان الفرق مش هيبقى واضح، بس بعد ما اخلص اوريكم يعني الشكل ايه. طبعا انا بشتغل في حتة صغيرة بس عشان وقت الدرس يعني، لكن انا كده حطيتك على اول الطريق، انت تبدأ، انت تعرف بقى تبدأ ازاي وتشتغل ازاي. عند الودن هنا نفتح حتة الفتحة، ونيجي هنا عند الحتة الغامقة في الكيرف الغامق. اللي احنا بنعمله ده اكننا احنا كنا ماسحينهم الكيرفات دي، وبنبينهم لما بنمشي عليهم بالابيض كده. اهو بصوا كده، حطهم كمان في جروب. بصوا كده، شايفين؟ بصوا مثلا عند، خلينا نعمل بس دي. بصوا المناخير خدت تجسيمة اكتر، بانت ان هي اكنها منفوفة، لكن بعد الريتاتش اللي احنا عملناها كأنها ساحت، فكده اديتها برضو الكيرف بتاعها، حسيتك ان هي حاجة منفوفة كده. وعند الودان بانت اكتر، وعند الخد وفوق العين كده. يبقى الدرس بتاعنا النهارده خلص. اتمنى اكون عرفت اوصل الفكره، واي حاجه ما اتفهمتش في وسط الشرح يا ريت تكتبها لي في كومنت تحت الفيديو. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجب حضراتكم، ويا ريت تعملوا لي سبسكرايب للقناه بتاعتي، ولايك وشير للفيديو، واشوفكم في دروس تانية كتير. السلام عليكم.